كوره، هي دي كوره يا عم. انا بندم، انا دلوقتي ندمان بجد اتفضل. والله انا بجد دلوقتي انا ندمان ان انا اتعشمت تاني. كلنا ندمانين. والله انا ندمان اتعشمت تاني. ده القهوه كلها كانت بتصوت. اهو بس كان في احساس في الاول، احنا اول ما لبسنا الجون خلاص، يعني احنا لابسين الجون في الدقيقه 70 مثلا، في اول السبعينات كده، في اول الدقيقه 70 كان فاضل ربع ساعه. ده كده بتعمل عقده نفسيه. لا مش عقده، انت ما عندكش شكل هجومي. انت ما عندكش. ما هو انت لازم ترجع للاساس. ما هو انت دلوقتي مثلا تعال نتكلم بالعقل. انت هتتكلم كوره؟ لا مش كوره، مش على مصر. لو على مصر مفيش كوره. مصر النهارده كانت بتمارس الفحشاء في الملعب. ما في. بص احنا بص اقول لك على حاجه، احنا شعب غلبان قوي. شعب غلبان والله العظيم. والله العظيم ما في اطيب مننا. فاهمني؟ احنا مشينا ورا كابتن حسام واحنا عارفين ان احنا غلط ودعمناه. ايوه. وطبعا كلنا طلعنا هللنا والسوشيال ميديا وانتوا ظالمينه وانتوا لحد ما ايه خلاص بقى ماتش كوت ديفوار قال لك بس هو عنده الفكر والتخطيط واليا والاو والاي وعنده كل حاجه وهو عارف هو بيعمل ايه. بص مش هبقى معاك بصراحه هاجم، بس لا انا مش بهاجم، ده الحقيقه. هو عنده شكل دفاعي، بس انا اسمع ان الشكل الدفاعي ده بيكملوا حاجه تانية. ده اللي اسمع عنه. انا ممكن اسالك سؤال بدون مقاطعه يعني. هل مين ملوك الدفاع في العالم؟ ايطاليا. هل ملوك الدفاع، مش بقارن نفسي بايطاليا يعني بس هل ايطاليا بتدافع بس؟ لا طبعا. ولا عندها حاجه اسمها مرتده؟ ما كانتش بتنزل واحد زي انسيني ده، ما كانتش تنزل واحد زي كيزا. دول بيدافعوا فين؟ هيكتور كوبر كان عنده تحولات ولا لا؟ هيكتور كوبر كان يلعب لصلاح، بس كان برضو ما تظلمش كابتن حسام في الحته دي، لان انت لو بصيت لنص الملعب هيكتور كوبر كان مع طارق حامد وكان مع عبد الله السعيد ونني. بس مش هقول لك ان هو كان نقطه فاصله، بس انت كان عبد الله السعيد ده، انت مين النهارده بينقلك؟ ماشي امام عاشور. امام عاشور ما عملش حاجه النهارده غير انه عدى تعديه، وبصراحه لا لعب حلو قصدي، بس ينقلك يعني ينقل بباص، ينقل بثرو. انت النهارده كل الكور عاليه. تمام. وكل الكور عاليه بقى. انت بقى النهارده تلعب كل الكور عاليه، زي برضو انا زهقت من الجمله دي. كل الكور اللي فوق دي مين هينزلها؟ انا زهقت. هل دلوقتي انا كان النهارده عندي معلم؟ تعال بقى نتكلم جد شويه. النهارده ولا كان عندك معلم ولا كان عندك معلم في الملعب. ماشي معلم دي ما كانش في حد معلم. حلو. هم الناس ذاكروا ان انت تلعب على حته مرموش، اجتهدوا بسم الله ما شاء الله بتوع السنغال، عرفوا يمسكوك. هو بقى عمل ايه لما عرف دي؟ نزل تريزيجيه وطلع فتوح. انا لغايه دلوقتي مش عارف، بس هو بجد هو فتوح اتصاب. ما عنديش معلومه، بس هو فتوح كان ميسي نيكست ماتش. فهل هو لو دماغه وزيته لو خد انذار فتوح، خايف على فتوح ياخد انذار فطلعه على اساس انه ضامن النهائي؟ ضامن النهائي مين يا ابني؟ ما كانش عايز يهاجم. طيب ما مش عايز يتحول. ما انت كده ما فيهاش، احنا مهديين توتنا وكل حاجه. مش عايز اتعصب يعني مش عايز اتعصب يعني. هل كابتن حسام حسن لا يكمل لكاس العالم؟ لا. نكمل السؤال. انا عارف السؤال. لا لا قدامك حوالي 5 شهور تبدل فيهم. ابدل فيهم. ابدل المعسكرين 3 دول ابدل فيهم يا جماعه. كابتن حسام حسن يكمل ولا لا؟ انت واحد النهارده مش عارف ادواتك يا كابتن حسن، ده اللي ضايقك. مش عارف ادواتك. ادوات ايه يا عم؟ ادوات ايه؟ انت ادوات، انت مش عارف انت عايز تعمل ايه. انا حافظ. انت رصيت مدافعين ورصيت وليك شكل دفاعي. انا بقول لك لا، احنا كان لينا شكل دفاعي، مش هنضحك على بعض. عثمان مجيد نقطه هو راجل نقطه من حته تريزيجيه دلوقتي. انا اكتر واحد في الدنيا قلت ليه تريزيجيه، بس يعني هو ممكن يكون شاف ان هما ما بيهاجموش من ناحيه فتوح فنزل تريزيجيه. ففتح عليا خندقين بدل ما فتح عندي خرم. خندقين. انت اول ما نزل تريزيجيه هم خلاص بيلعبوا عليك الجنبين، وماني بيروح الناحيه الثانيه بيتعامل، والناحيتين. السنغال كانت وحشه. السنغال النهارده كانت حلوه. السنغال كان عندها الثقه عمياء في الفوز بسبب طريقتك. هو راجل ذاكرك كويس. انا عندي مشكله ثانيه يا رب تبقى غلط، هو بيستشير مين على الخط؟ دي النقطه الاساسيه. النهارده المساعد بيقول نزل مصطفى محمد، هو اصلا مش في دماغه. انت قلتها في القهوه على فكره. هو مش في دماغه مصطفى محمد، هو نوت اوبشن.
هو حافظ. انا لا بس يلا بقى، احنا طالما هنلعب على العالي يبقى هقتله هنزل اقتله. انت دلوقتي انا اللي انا شفته، انت خلاص عرفت ان انت هتعلق كور كتيره فبتنزل مصطفى محمد. طب ما انت من اول الماتش بتعلق كور كتيره تنزل مصطفى محمد. التبديلين بتوع المحظوظين عندي تريزيجيه زيزو. هو ده احسن لعيب في مصر يا جماعه، معلش في الكلمه اللي بيقولوا بقى عليه 100 و100 كان بكام الصفقه دي؟ هو 500 في 4 سنين. 500 مليون في 4 سنين. هل دي الصفقه النهارده مش عارف يستلم؟ وهنجيبها طبعا. انا عارف الاعلام الناس كلها هتوديها فين، ومصر التحكيم. الغي التحكيم على جنب. انا عيلتي بتلعب انها دوري مصري حسن. الوقعه بتاعت الدوري المصري بيحسبوها على اساس ايه؟ هنا احنا في افريقيا يا ابويا، مش بتاع. يا عم السودان جابت فيهم جون، والكونغو المرتجه بتجيب فيهم جون، ومالي كانت بتهاجم. انت شوطه ما تزعلش. 92 وفيت الجون. يا ريتها كانت شوطه جت في العارضه، كنت قلت احنا بنلعب. ده انا شايف كوره بقى مندي ما عملش تراي. مندي النهارده بس ما فيش استامينا. بس اقول لك حاجه، ما فيش كفر للعيال دي. الشناوي برضه ما عملش تراي. اقول لك على حاجه، انا كنت واحد بدافع عن الشناوي، قلت كنت بمشي البطوله. لا اركن، ده مش كده يا عم. انا كان عندي يا جدعان اعتراض على تريزيجيه، عندي اعتراض على الشناوي، كان عندي اعتراض على ثنائيه مروان وحمدي. بس انا دلوقتي مش هقول بصراحه. انا شايف يعني هو على امكانياتهم وعلى بروفايل حمدي ومروان، لا هو المشكله مش عندهم. انت حاطط لي مروان وحاطط لي حمدي في نص الملعب، هم مش هيطلعوا بالكوره. مش هنضحك على بعض. لكن هل هم اثروا؟ مروان وحمدي عاملين بطوله قويه جدا. ومروان انت مش معايا، بس انا بقول لك. لا انا معاك معاك. انا مروان عامل بطوله قويه جدا، خط الدفاع عندك عامل بطوله قويه جدا. بس انت فين قدام؟ يعني هو احنا هنيجي ندافع بس؟ طب هندافع يا عم، هنعمل ايه قدام؟ مفيش فكره. هل هو كان عامل حسابه اللي هو يلبس جون؟ لا هو اتفاجئ. عارف اقول لك بدليل ايه؟ صلاح محسن. لا ما ده كفايه كده، كفايه كده، ولا لعب ولا غيره، هات الريموت. والله كفايه كده.